السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كلمتني وقالت لي في التعليقات إن عايزين يعرفوا طريقة صيانة البانل بتاع الكيوسيرا، الألوان أو الأبيض وأسود. بيظهر طبعا في الزرار كتير بتبقى تقيلة أو فيها مشكلة، أو موضوع السليب بيبقى الزرار فيه مشكلة كبيرة. فطبعا أنت عايز تعمل صيانة للبانل بتاعتك بحيث إن الزرار بتاعتها تبقى شغالة كلها كويس. فأنا هعلمك إزاي تعمل صيانة دلوقتي بنفسك من غير ما تحتاج لفني أو مهندس صيانة، بس كل اللي طالبه منك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ولايك للفيديو. تعالى بقى معايا أعلمك إزاي إن أنت تفك الشاشة وتفك البانل تعمل له صيانة بنفسك. أول حاجة بيبقى اللي متحكم في البلاستيكة كلها ديت بيبقى فيه مسمار هنا. لو خدت بالك هتلاقي هنا في مسمار. تمام، ده اول حاجه انت بتفكها اهو. مسمار بيبقى تحت كده الحته دي، تفك المسمار ده اول حاجه. تمام، بعد ما فكيته كده هتبص هتلاقي البانل الكفر السفلي بتاعه رايح معاك اهو، فتح. تمام، نيجي بقى نبص هنا على البانل من الجنب. هنلاقي مكان اليو اس بي. تمام، هو مربوط بمسمارين بس هو دلوقتي يعني في مسمار واحد. هنفك المسمار الاولاني بعد كده هنفك المسمار التاني. عايزك تتابع معايا الفيديو ما تطلعش عشان بجد الفيديو ده هتفهم منه حاجات كتيره جدا. تمام، احنا فكينا طبعا كابل اليو اس بي اهوت من مكانه. هنلاقي ورا في مسمارين هما اللي ماسكين الشاشه، واحد من هنا. معلش انا اسف لو التصوير مش كويس بس انا بعمل اللي عليا. واحد اهو، ومسمار تاني بيبقى جوه هنا. فك المسمار التاني ازاي؟ بتحط المفك من هنا اهو، من هنا كده، وبتوصل للمسمار التاني بتفكه. تمام، انا شايله برضه عشان اسهل عليكم وقت الفيديو. فك المسمار بتاعنا، والناحية التانية بيبقى فيه برضو مسمارين نفس اللي هنا الناحية التانية. تعالى من هو برضو معايا، هتلاقي ان هي بايته برضو على مسمارين. ادي واحد اهو هنا، وواحد اهو، مسمارين. هفك المسمارين. انت بقى علشان تجيب مهندس صيانة او فني مكن تصوير يجي يعمل لك الموضوع دوت مش اقل من 300 جنيه، ان هو يفك الشاشة ويعمل لك ليها صيانة للبانل وكده 300 جنيه. فانت طبعا ان شاء الله بعد الفيديو ده هتعملها لوحدك ومش هتحتاج لاي حد. انا عارف ان في ناس كاتبه في التعليقات ان احنا عايزين طريقة صيانة البانل، وانا طبعا عيني ليكم. احنا عاملين القناه دي عشان نساعد الناس اللي محتاجه. تمام، انا فكيت الاربع مسامير، مسمارين من الجنب هنا ومسمارين من الجنب هنا. تمام، بعد ما فكيتهم كده هبدا ان انا احرك الشاشه بتاعتي اهي. الشاشه طلعت معايا اهي. لو جيت معايا بصيت هنا، ادي اول كابل هشيله. تمام، وبيبقى فيه البلاستيك اللي ماسك السلوك ده كده، هشيله برضو اهو، احطه على جنب. وابدا ان انا اطلع الكابلات. فك اول كابل، وادي التاني، وادي التالت. طبعا بعد ما فكينا البانل بتاعنا كده بيبقى هو شكله كده بالظبط. ده البانل احنا فكينه بره المكنه اهو. تمام، احنا عايزين نبدا نعمل له صيانه. هنا انت اول حاجه هتعملها انك هتشيل الكابل ده، كابل الفلاته ده هتشده كده لفوق. ادينا شلناه كده. هتبدا ان انت تفك جميع المسامير. اول حاجه اللي موجوده في البانل، اي مسامير تقابلها هنا في البانل انت بتفكها. وبجد لو ما عملتش اشتراك لحد دلوقتي في القناه ولايك في الفيديو يبقى انت مش بتدعمنا. تمام، انا كده فكيت كل المسامير. هبدا ان انا افك اللوحه الكارته ديت بالكليبسات اللي في الجناب، اللي ماسك دلوقتي الكليبسات. تمام، انا طلعت البانل بتاعي اهو.
تمام. انا عندي مثلا زرار التصوير بيعلق معايا او ايا كان، المهم ان احنا هنعمل لها صيانه كامله. عندك حل من الاتنين، يا اما تجيب مثلا بنزين او تربنتينه او ايا كان حاجه، مثلا ماده بتتحط، وتشوف الزرار اللي بيعلق معاك وتبدا ان انت ايه، تحط عليه ماده البنزين او التربنتينه وتدوس عليه كده شويه، وبعد كده ترجع تحط له تاني. وبعد ما تخلص هتجيب فرشه سنان وتقوم جاي مثلا حاطط من ورا هنا، وتبدا بفرشه السنان ان انت تنضف كل الكلام ده، وبرده فرشه سنان تنضف الحاجات دي. والاهم من كده ان انت تطلع زرار البانل برضو بفرشه سنان وتربنتينه او تينر او اكاي او كحول ايا كان اي ماده. تمام. وتبدا تجيب الحروف دي، الحروف اللي ديت بيبقى كلها تراب، برضو بتبقى سبب من الاسباب اللي بتخلي البانل معاك او الزرار تقيل. تبدا برضو ان انت بفرشه السنان تنضفها كويس. تمام. بعد كده هتبدا ترجع كل حاجتك بعد ما نضفت كل حاجه. تمام. هتبدا ترجع الكارته بتاعتك تاني، انت خلاص نضفتها وعملت كل الزراير والحمد لله يعني انت ظبطتها. تبدا ترجع كل حاجتك تاني، وبعد كده تخش على الكارته التانيه. انا مش هربط مسامير دلوقتي، هربط المسامير بتاعتي ان شاء الله بعد ما اخلص الفيديو علشان اسهل عليك الوقت. تمام. الكارتة التانية دي مهمة برضه، بتتحكم في نور الشاشة، وبتتحكم في حاجات ياما جدا في الشاشة والتاتش وكده. برضه ممكن يكون التاتش ساعات معاك بيعلق. البلاستيكة ديت بتتشال بس بمسمارين، مسمار هنا ومسمار هنا، هحطها برضك على جنب كده. تمام. وهبدأ ان انا افك الكارتة ديت لان هي مهمة. تمام. طب احنا بنفك الكارتة دي ازاي؟ لو لاحظت هنا هتلاقي كابل فلاتة. تمام. بتفك كابل الفلاتة ده ازاي؟ بتشد البتاع السودا دي، اللوك الاسود ده، تشده لبره اهو. شدته لبره، ببدا اطلع منه كابل الفلاته بسهوله، بس لازم اشد الاول البتاع السودا دي لبره كده. تمام. بعد كده بفك كابل الفلاته ده، بفتح كده واقوم جاي مطلع كابل فلاته، كابل الفلاته بتاعي عادي، وابدا افك المسامير ديت. وبجد ركز معايا في الفيديو دوت، لانك هتطلع من الفيديو ده مستفاد كتير جدا، وبجد هتستفاد بجد. تمام. انا كده فكيت ايه، المسامير بتاعتي. طلع كارتتي. تمام. طب انا عايز اعمل صيانه للكارت ديت، بتجيب عقاي وبتبدا ان انت ترش، وفي فرشه سنان بتبدا ان انت تنضفها كويس في الوشين. برضو بترش هنا عقاي، اي نوع عقاي يكون كويس، وتبدا برضو في فرشه السنان وتستنى لحد ما تنشف. بعد كده بتبدا ترجع كل حاجتك زي ما كانت. طب انا دلوقتي مثلا هندسه، بعد ما خلصت انت ما ركبتش البانل قدامي، فانا ما عرفتش انت بتركبها ازاي. هترجع تشغل الفيديو تاني، هتمشي بنفس الخطوات اللي انا فكيت بيها، ان انت ترجع كل حاجه بيها هي بالظبط. انا كل اللي طالبه منك تعمل اشتراك وتعمل لايك للفيديو. انا عايزك تدعمني على اليوتيوب عشان انا بساعدك، ولو عوزت اي حاجه طبعا تكتب لي في التعليقات هندسه عايزين نفهم منك كذا، وانا عيني ليك مش هتاخر عنك. السلام عليكم.